الحمد لله رب العالمين. هل أتاكم نبأ فارس كان يقاتل الفرسان بلا سيف؟ وهل سمعتم بباسل شجاع كان ينازل الكماة والأبطال بصوته وهم بسيوفهم؟ ذكر صاحب سراج الملوك أنه كان في بلاد الأندلس فارس يقال له ابن فتحون، وكان أشجع العرب والعجم في زمانه، وكان المستعين بالله بن هود وهو أحد كبار ملوك الطوائف يرى له ذلك ويعظمه ويدنيه ويقربه ويكرمه ويجزل له العطايا. وكانت بلاد النصارى بأسرها قد عرفت مكانه وهابت لقاءه، حتى أن الرومي إذا أراد أن يسقي فرسه فلم يشرب يقول له: ويلك لم لم تشرب؟ هل رأيت ابن فتحون في الماء؟ فلم يزل على هذه الحالة حتى سعى الوشاة بينه وبين السلطان، وكم أفسد الوشاة ما بين المحبين، وأوغروا صدر السلطان عليه حتى أبعده وقلاه وأبغضه ونحاه. ثم ما فتئ الزمان يدور حتى أنشأ المستعين بالله غزوة إلى بلاد الروم خرج فيها هو بنفسه، فلما تواقف المسلمون والمشركون صفوفا برز علج من أعلاج النصارى شديد البأس شاك السلاح يصول ويجول بفرسه بين الصفين وينادي: هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ فخرج إليه رجل من المسلمين فتجاول ساعة فقتله الرومي. فقال المستعين لبعض قادة جنده: لعل حب الشهادة حمل هذا على الخروج إليه ولم يكن له بكفء، فالتمسوا له كفءا. فالتمسوا لهذا العلج كفءا من فرسان المسلمين، فخرج إليه الفارس الثاني فتجاول ساعة فقتله الرومي. فغضب المستعين بالله وقال لقادة الجند: أخرجوا له رجلا شديد البأس. فأخرجوا له فارسا ثالثا من فرسان المسلمين فتجاول ساعة فقتله الرومي. ثم بقي الرومي يصول ويجول ويكر ويفر بين الصفين وينادي: هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ 3 لواحد. فنظر المستعين إلى قادة جنده وقال: ما الحيلة فيما نحن فيه؟ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: أيها السلطان، إنه ليس لها إلا ابن فتحون، وما يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يخوضها. فقال لهم: قد علمتم ما كان بيني وبين ابن فتحون؟ قال له بعض وزرائه: ما عليك أيها السلطان، أنا لك به. فذهب إليه وهو في مؤخرة الجند فاعتذر إليه